السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتي. معكم دائما أسماء من قناة أسماء كويزين، أسماء للطبخ. كان سبقت وشاركت معكم وصفة لاباتاكيش، وقلت لكم إن شاء الله بإذن الله راح نشارك معكم عدة أنواع من الحشوات اللي تقدروا تستعملوهم ولا تقدروا تحشوهم. اليوم إن شاء الله راح ندير معكم وصفة ليكيش باللحم المفروم. راح نشوفوا انه وصفه بزاف بنينه ورائعه، وكما شفتوا معايا هنايا قدمتها مع شريبه فريك باللحم ومع سلطه، وكان يعني كافي الحمد لله. ونتمنى يا ربي انكم دائما تتبعوا هذه الوصفه الى الاخير، وما تنساوش تشتركوا على القناه. والاخوات اللي اول مره يشوفوا قناتي ولا اول مره يشوفوا هذا الفيديو، نتمنى اخواتي انكم ديروا لي لايك، ما تنساوش تشتركوا في القناه، ودائما تفرحوني بتعليقاتكم. وبسم الله على بركه الله نبدا بتحضير هذه الوصفه مع بعض. بالنسبه لهذه الوصفه سهله كما راح تشوفوا معايا، راح نحتاجوا الى حبه بصل هكذا متوسطه تكون مقطعه بهذا الشكل. راح نحتاجوا الى فلفل يكون الوان اذا كان متوفر عندكم اكيد، الى زيتون مقطع بهذا الشكل معدنوس. نحتاجوا الى فرomاج غابي ولا جبن مبشور. نحتاجوا الى لا كريم فريش ليكيد ولا الكريمه السائله. نحتاجوا الى حبتين بيض، واكيد نحتاجوا الى اللحم المفروم. وتاني راح نحتاجوا بالنسبه للتوابل الى ملح وفلفل اسود. بسم الله. كأول مرحلة أنا سخنت كمية قليلة من الزيت. الزيت هذيك تاعي ضفت عليها هذيك الحبيبة بصل اللي كنت قطعتها هكذا بهذا الشكل. راح نضيف عليها رشة تاع الملح ونغطوها ونخلوها تدبال على غردها. من بعد ما دبالت لي هذيك الحبيبة تاع البصل، راح كما تشوفوا معايا راني نحضر في هذيك الشريبة في وقت واحد. كما هنا من بعد ما دابت لي هذيك حبة تاع بصل، ضفت عليها كمية لا بأس بها، يعني كمية ما بين 200 إلى 250 غرام من اللحم المفروم. من بعد ما تقلى لي هذيك لا فيوند هاشي ولا اللحم المفروم، من بعد ما قليته مليح ضفت عليه باقي المكونات، واللي هي عبارة عن كما قلت لكم فلفل إذا كان متوفر عندكم ألوان أحمر خضر وصفر. إذا ما كانش متوفر عفوا ضيفوا عليه الفلفل اللي كان عندكم في الدار. ضفت عليه هذاك الزيتون اللي كان مقطع وشويه برك تاع الملح. كما شفتوا الزيتون مالح، وتاني من بعد راح نزيدوا نضيفوا الفرماج ولا الجبن اللي راح يزيد يملح لنا. هنا خليتها تقلات لمده دقيقه ولا 2 برك. طفيت عليها وضفت عليها هذاك المعدنوس. من بعد ما تضيفوا الزيتون والفلفل يعني ما يخحينش ياخذوا وقت باش يطيبوا. من بعدها راح نحضر المرحله الثانيه من هذا لاكيش، واللي هي متكونه من هنا كما شفتوا عبارة عن يعني ما يعادل تقريبا كاس من الكريمة السائلة ولا لا كريم فريش ليكيد، اللي تقدروا تعوضوها بالياغورت الطبيعي، يعني اون بواط ولا علبة من الياغورت الطبيعي. ضفت عليها 2 حبات بيض، شوية ملح وشوية فلفل كحل. لكن ملاحظة، إذا حبيتوا تضيفوا الياغورت الطبيعي ضيفوا علبة من الياغورت الطبيعي، زيدوا عليها ما يعادل شوية يعني ما يلحقش النص تاع الحليب باش تخفوا شويه هذاك الياغورت الطبيعي، وزيدوا ضيفوا عليها 2 حبات بيض بهذا الشكل وملح وفلفل اسود. هنايا كان سبق وشاركت معكم هاد وصفه ليكيش. كما قلت لكم تقدروا تحتفظوا بها ولا عفوا عجينه ليكيش كما تقدروا تحتفظوا بها، كما تقدروا تستعملوها هكذا ديريكتومون. وراح نخلي لكم الرابط في من بعدها كما راكم تشوفوا معايا راح نحشي هادوك لي فون دو كيش ولا لي فون دو تارت، اللي ان شاء الله راح نخلي لكم رابط الوصفه ولا رابط هذه الوصفه في صندوق الوصف. من بعد ضفت عليها هذيك الحشوه تاع اللحم المفروم. من بعدها راح نضيف عليها هذاك الخليط من لا كريم فريش ليكيد والبيض، نضيفوهم هكا من الفوق ديريكتومون. كما قلت لكم عندي بزاف وصفات تاع ليكيش، نتمنى يا ربي انه راح نقاسم معكم كامل هاد الوصفات. وتاني كنقول لكم اخواتي ما تنساوش تزوروا لي بلاي ليست اللي رايحين تصيبوا فيهم يعني لي فيديو تاعي، ولي فيديو يكونوا يعني مستفين. راح ندير لكم اون بلاي ليست تاع ليكيش ولي بيتزا، تما راح تصيبوا كامل الوصفات متستفين بار كاتيجوري.
من بعدها كيما شفتوا رشيت عليها من الفوق بالجبن المبشور. انا هنا درت لو شيدار ودرتها في فرن مسخن على 200 درجه مئويه، مشعول من الفوق ومن التحت. بالنسبه للاخوات اللي عندهم فرن يشعل من الفوق ومن التحت، اللي عندهم يشغلوا غير من التحت يشعلوا من التحت، من بعد ما تطيب يشعلوا من الفوق. انا من بعد ما طابت لي لاكيش تاعي خليتها بردد ونحيتها من المول وقسمتها كطرف قدامكم كيما شفتوا معايا. لاباط تتفتت على اللسان، يعني تجي فريمون بزاف طريه ومقرمشه في نفس الوقت. ونتمنى يا ربي انه هذا الفيديو عجبتكم. اذا عجبتكم هذا الفيديو ما تنساوش تشاركوها مع اصدقائكم والاحبه تاعكم لتعم الفائده. وانا نقول لكم في نهايه الفيديو دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نشوفكم عن قريب ان شاء الله.